لولا الاختراع ده صدقني ما حتمشي للطبيب حتى لو كنت على فراش الموت. اتخيل انك مريض قبل 1000 سنة وحتمشي للطبيب والطبيب يقول لك انك محتاج لعملية، ولما توافق عشان يعملوا لك العملية عزيزي المشاهد تتفاجئ انه العملية بدون مخدر، ولكن الطبيب يقول لك ما تخاف حنشنقك الين ما يغمى عليك ونعمل لك العملية. ورب الكعبة يا عزيزي المشاهد دي العملية اللي كان بيعملوها وخيرها من العمليات الكثيرة انا لو قلتها لك في المقطع ده حينحظر تماما. ولكن في الفترة ما بين 1200 الين 1500 في الفترة دي اخترعوا نوع من انواع الصابون المعطر. ممكن اقول لك الصابون ده يا عزيزي المشاهد بيكون مركب من مواد كيميائيه، بيضعوا عليك الصابونه تحت الانف بتاعتك الين ما العمليه بتخلص. ليه؟ لانه كل ما استنشقت منها كل ما انت كنت عايش في خيال. طبعا التركيبه بتاعت الصابون بتختلف من مكان لمكان او من زمن لزمن. حتى الصابونه يا عزيزي المشاهد في ناس بيتفننوا فيها وبيدوها مركبات تانية برضه لو انا قلتها في الفيديو ده حينحظر. ولكن المهم انه الرساله شنو تكون وصلت لك انت. والبدايه الفعليه لاختراع المخدر كانت في سنه 1846 يا عزيزي المشاهد، لما الدكتور ويليام استخدم غاز الايثر لواحد من المرضى وعمل العمليه. وبمرور الزمن الناس وقفت استخدام الغاز وبعديها بقى بيستخدموا الحقن الوريديه، زي الاختراع بتاع الكلوروفورم اللي تم استخدامه يا عزيزي المشاهد لاول مره في الملكه فيكتوريا في العمليه بتاعت الولاده بتاعتها. الاحصائيات بتقول كده انه تم استخدامه اول مره في الملكه فيكتوريا، ولكن هل دي حقيقه؟ انا ما حقدر اضمن لك الحته دي. لما تطور الطب يا عزيزي المشاهد وبقى بيستخدم التخدير الموضعي. حي سؤال في بالك هتقول لي انه كيف التخدير بيتم؟ كيف يعني انسان نصيح بيدوه ماده وفجاه بيفصل عن الكون تماما وبيتم تقطيع جسمه وما بيحس بالحاجه دي؟ الماده المخدره يا عزيزي المشاهد اول ما يدوك ليها تعمل على فصل الاشعارات العصبيه. الكلام ده بيعرفوه ناس الاناتومي تماما النيرف سيستم، ولو عايزين اتكلم لكم عن الحاجه دي ممكن اعمل لكم عنها حلقه كامله. وبالمناسبه جسم الانسان فيه كم سيستم يا عزيزي المشاهد؟